يلا بينا نجرب مع بعض كيكة الخلاط ونشوف مشيت معانا ازاي. الكيكة اهي بعد ما عملناها، وتعالوا نبص على النظام بتاعها. دي كده المكونات بتاعتنا بتاعت الوصفة. هنجيب الخلاط او الكيتشن ماشين بتاعنا، ونحط البيض ونحط عليه السكر ونحط رشة الفانيليا ونبدأ نضربهم كويس. وبعدين وهما بيتضربوا نبدأ نضيف عليهم الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نضربها كويس وبعدين نضيف عليه لبن. ربنا يسامحنا بقى على شوية اللبن اللي احنا وقعناهم بره دول. وبعدين خلاص كده خلصوا. هنبدأ نجيب البولة بتاعتنا ونحط السائل اللي طلع من الخلاط او الكيتشن ماشين. نبدأ بعد كده نضيف عليها الدقيق بتاعنا، كمية الدقيق، وطبعا احنا كاتبين لكم المقادير بالتفصيل في الديسكريبشن. وبعدين نحط البيكنج باودر، وبعدين نبدأ نقلبهم كده مع بعض بالراحة واحدة واحدة علشان الدقيق ما يتنطورش مننا ويطلع بره البولة بتاعتنا. هنجيب بقى، وهنا بقى الحتة اللي محدش قالكم ان هي بتاخد وقت، هنجيب المضرب بتاعنا ونبدأ نلفها كده بالراحة واحدة واحدة، وده علشان نحافظ على القوام بتاعها. طيب ما عملناهاش بمضرب الكهرباء ليه؟ زي ما بقولكوا علشان نحافظ على القوام بتاعها. عايزة تعمليها بمضرب الكهرباء اعمليها، لكن الميزة في الموضوع ده انه بيحافظ عليها وبيخليها بعد كده تنفش وتبقى هشة وجميلة. ده كده شكل عجينة الكيكة بعد ما خلصناها. وجبنا القوالب بتاعتنا حطينا عليها زيت وحطينا عليها دقيق ودهناه كويس قوي. وهنبدأ بقى واحدة واحدة بالراحة وبالشكل الجميل ده نضيف عجينة الكيكة بتاعتنا. طبعا زي ما انتوا شايفين هو ده قالب، واحنا عندنا قالب تاني وما مليناش القالب على اخره، ملينا كده جزء منه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهي بعد كده هتنفش لوحدها في الفرن. دي ميزة الكيكة، وبصراحة بعد ما هنخلصها وهتشوفوها هتلاقوا شكلها حلو جدا، وطعمها كمان لما هتعملوها وتدوقوها هتلاقوه حلو جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتنا. بعد ما سخنا الفرن هنحط القوالب فيه لمدة 40 دقيقة. دي اهي بقى، بصوا ما شاء الله نفشت ازاي. طلعناها بقى ونبدأ نجهز السفرة بتاعتنا بطريقة شيك. جبنا الكوبايات والمية ودي الكيكة هنبدأ نقلبها. طبعا بنقلبها بعد ما تبرد، ما تقلبوهاش وهي سخنة علشان ما تتفرفتش منكم. وده كده الستايل اللي احنا بنعمله. لو ما عندكيش قالب الكيك اللي هو المرتفع، هاتي طبق صغير زي ده وحطي فوق الطبق التاني بتاعك. وهنبدأ بقى نقطعها قدامكم علشان نشوف شكلها من جوه طالع عامل ازاي. اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان تدعمونا. الله، شكلها طلع تحفة جدا، وصدقوني جربوها هتعجبكم قوي. ودي انا بقى كده اتبسطت منها ومن طعمها اهو. ما هو الواحد برضو لازم يجرب العمايل اللي هو بيعملها. وما تنسوش يلا ناكل من جوه الحلة.